وسهلا فيكم بأكبر برنامج بالعالم العربي عرب ايدل. رح نقدم لكم أفضل المواهب الموجودة لهذا الموسم 2011. بس لازم قبل ما تصوتوا قبل ما تعملوا شيء تنزلوا ابلكيشن أسفل الشاشة هون موجودة. احنا نحب نرحب باللجنة الموجودة أحلام وحسن الشافعي وراغب علامة. اهلا بالمشتركين العرب كلهم، ونحب نرحب جميع المشتركين واهلا وسهلا نقولهم. اهلا وسهلا بالمشتركين الجديد. وانا بدي اقول شيء المشتركين كلهم والله اصواتهم رائعه، وذكروني بالعمالقه، بالعملاق الكبير الضخم كلش عبد الحليم، والضخم كلش جراندايزر. المشتركين العرب والاجانب اذا جو رادوا يتفرجون، صراحه يا احلام ما خلت لنا شيء يعني انه نقوله. بس وهلا راح نرحب بالموهبه الاولى علي ثريد. أخذ كل شي وعلي يدوس، جيب المحفظة منحوس وانا بياحات، والديان يطلبني وانا بياحات، والديان يطلبني. راح وقال يلا امشي، أخذ مني وذكر كل شي، ظلت عيني بس تبكي وانا بياحات، والديان يطلبني وانا بياحات، والديان يطلبني. والله صراحة أنا بدي أقول شيء على الأغنية اللي غناها أستاذ علي أو ثريد. صراحة يعني فاتت النرجيلة من قدامي، وبدي أقول شيء إنه هاي الأغنية تعكس الديان والحالة الاجتماعية، الأزمة. وأنا بدي أقول شيء إنه هذا الفنان يذكرنا بالديانة لما يجون على فلوسهم وعنيها تفاليس. شنو مليون؟ شيني مليونين؟ والله هذا الشو عجبني كلش. صراحه احنا اذا نشوف يعني نسمع هذه الاغنيه انه بيها عبره يعني يندب لها جبين الشرف. والآن نرحب بالشاعر المبدع يوسف الأحمراني. انت الوسط، انت الجرب، يا بنية وجهك خرب، انت المرض ما فادش دول، وسنينك كلها مسوسة، مش مرحصة وبوجهك ترس، وغيرك بنات ما عندهم فلس، ليش ارتبط وخاف العنس، وبشكلك لقوا لعبان النفس، يفهموني وراح العبس، وش حاجيني وراح العبس. طبعا يعني ما شاء الله عليك، الله يستر عليك، يعني شاعر يعني فتشيه، يعني الابداعي. عبر الجواهري، عبر محسن الكاظمي، عبر محسن مغامس. والله صراحة أنا أشوف بهذا الشاعر إنه هو فعلا عبر هذا اللاين الأخير ما قبل النهاية. والآن نرحب بالفنان علي دكسن. يطلع لابوت ثاري من عندك الصوت، ابو جابوت ابن القهار، ابو جابوت ابن القهار. يا ابو جبوع يا بوت من عندك يطلع لابوت، ثاري من عندك الصوت، ابو جابوت ابن القهار، يا ابو جابوت ابن القهار. تمشي ويا احلى مني، ليش هو يفرق عني، من افوت يظل قمني، يا ابو جابوت ابن القهار، يا ابو جابوت ابن القهار. ما اقول رايي الصراحه، فحم درقد. والله انا حبيت الشو اللي عملوه وكان شيء كويس جدا صراحه. هذا الفنان اللي اجى فيري براود، يعني شلون شو يقولوها بالعربي، راغب براود، فخوره به، وصوته حلو جميل. وهلا راح ارحب بفرقه جي كاير.
عالجزاير علمتني ما أجر مرة بدونك، عمري ما بطل حبيبي إلا أهلك يبطلونك. عالجزاير علمتني ما أجر مرة بدونك، عمري ما بطل حبيبي إلا أهلك يبطلونك. أشربوا من يورث لي جداحة تسأل عليك، علمتني ما أورث إلا هي بين ايديك. علمتني ما أورث إلا هي بين ايديك. باكيت بيدك ثاني صاير ما أصبراني، من أشوف أني شقارة روحي تنزل بس تعاني. باكيت بيدك ثاني صاير ما أصبراني، من أشوف أني شقارة روحي تنزل بس تعاني. والله صراحة رأيي بجيتاير أنه هو فنان رائع وراقي، ووصل بإحساسه إلى النجوم، إلى السماء، إلى السماء، إلى السماء. انا دا احس يعني ما عاجبني يا اخي الولد ما عاجبني قوية، احس انه حنوح شوية يعني صراحة. لو شو تقول لاخوي راغب هذا مخرج مغني، اني افضل يبيع لبلبي او باقي. احنا ما نجبر العالم على شغله. الآن مع الفنان المتألق هيفاء الجذر. أريد ألقاني ميز وباب مسدود، وباب مسدود، وباب مسدود، وأكل لفة طيبة من أبو سعود، من أبو سعود، من أبو سعود. ناخذ عصير ونستلق، أكل فلافل بسالة. ناخذ عصير ونستلق، ناكل فلافل بسالة. قدم يوزمك فيه طيني لفة معلية، قدم يوزمك فيه طيني لفة معلية. قدم يوزمك فيه طيني لفة معلية، قدم يوزمك فيه طيني لفة معلية. انا اعتقد مو مغني زين، لان الاغنيه بس تمرقص. يعني هذا الفنان احسن له يقعد ويا جي فاير لو باللبلبي او الباقله. صراحة أنه هذا أبو اللفات وصف الحالة أبو الكافترية، واللفة ب1500 والهمبرجر مدور. زين